كما تعلمون في الأسبوع المنصرم وقعت واحد حادثة ديال انهيار ثلجي في منطقة طبقان، وبالضبط في الفج اللي كيتواجد في 4000 متر. كانوا سائحين سويسريين، رجل وامرأة، خلال تواجدهم بالفج أثناء فترة الاستراحة وقع واحد انهيار ثلجي، مما سبب في سقوط سائحة في عمق الجبل، الشيء الذي أدى إلى أن تقضي هذه السائحة ليلة كاملة في عمق الجبل، أو ما يسمى بالكولوار بالفرنسية. والحمد لله بفضل الجهود التي بذلت من طرف المرشدين السياحيين المحليين، مرشدي الجبال، بالتنسيق مع السلطات المحلية، تبذلت جهود كبيرة، والحمد لله توصلوا الناس لإنقاذ هذه السائحة اللي كانوا الناس كينتظروا باللي السائحة راه ميتة، لأن صعوبة الجبل تقتضي مجهود كبير وتقتضي مدة طويلة من أجل الإنقاذ. والحمد لله بفضل هذه الجهود اللي بذلوها المرشدين المحليين وبالتعاون ديال السلطات المحلية، عطاو هاد الناس واحد الصورة مشرفة للمنطقة فيما يخص الإنقاذ السياحي، حيت كما كتعرفوا منطقة سياحية في نفس الوقت منطقة جبلية، وخاصة في هذا الفصل، هذا فصل الشتاء، تبدو قمم طبقال جد صعبة الولوج.